في الفيديو اللي فات اتكلمنا وشرحنا نقطة مهمة جدا، وهي ان ابليس هو اللي بيوسوس للبشر، وان ليه ربنا خلقه طالما عارف ان ابليس هيعصيه. لكن بعد ما نزلت الفيديو جالي كومنت خلاني اقعد مع نفسي شوية وافكر ايه فعلا اللي حصل قبل ما ابليس يبدأ يغوي البشر. مين المسؤول عن الوسوسة الاولى دي؟ يعني قبل ما ابليس يعصي ربنا ويبدأ يوسوس لسيدنا ادم وحواء، مين اللي زرع في قلبه فكرة العصيان؟ مين اللي خلاه يرفض يسجد لسيدنا ادم رغم انه كان بيعبد ربنا وبيطيعه وله مكانة كبيرة قوي بين الملائكة؟ وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. بصراحة السؤال ده على قد ما هو بسيط، على قد ما وراه سر كبير جدا في فهم طبيعة النفس ووسوسة الشيطان، لأن في فرق كبير قوي ما بينهم. فخلينا في البداية نرجع للأصل ونفهم الموضوع من بدايته. إبليس ما كانش مخلوق عادي، ده كان من الجن وكان بيعبد ربنا وسط الملائكة، زي ما ربنا قال في كتابه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وده يعرفنا إن إبليس كان في مقام عالي جدا بين الملائكة المكرمين، وكان بيسمع وبيطيع، بس الكبر والغرور دخلوا قلبه. وإحنا كبشر تلاقي الواحد فينا بيعبد ربنا بس الشيطان بيوسوس له وبيبعده عن العبادة. طب هو مين وسوس له؟ الحقيقه ان محدش وسوس له، لان ابليس هو اول من كفر وعصى، ما كانش فيه اي حد او شيطان قبله يوسوس له. والدافع هنا كان من نفسه، من جواه، النفس الاماره بالسوء والكبر اللي بدا يكبر جواه واحده واحده، زي ما الايه الكريمه في سوره البقره بتقول: ابى واستكبر وكان من الكافرين. فنفس ابليس من جواه هي اللي اقنعته انه احق من ادم واعلى منه شأن لما قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فاول ما ابليس حس بالكبر من جواه، كان اول كائن يخلقه ربنا يخسر ويطلع عن المسار. وربنا سبحانه وتعالى بين ان العصيان جه من جواه مش من تأثير خارجي، وده معناه ان اول ذنب في التاريخ كان من ابليس نفسه. وده يخلينا نفهم ان الشر مش دايما بيجي من بره، ساعات الشر بيبقى جواك، ساعات الانسان بيبقى مش محتاج شيطان يوسوس له، لان نفسك لو اتملت كبر او غيره او حقد هتكون انت الشيطان بنفسك، انت الشيطان بنفسك ولنفسك. من منظور فلسفي، فالفلاسفه بيقولوا ان اي كائن واعي يبدأ يفكر يختار، بيظهر عنده صراع داخلي: الطاعة ولا العصيان، التواضع ولا الكبرياء، الخير ولا الشر. وفي حالة إبليس الفلسفة بتقول إن اللحظة اللي حس فيها إنه مختلف عن آدم ومتميز عنه، هي دي اللحظة اللي بدأ يولد فيها شعور الكبرياء جواه. الشعور ده مش من حد من بره ولا وسوسة خارجية، هو مجرد وعي داخلي بالنفس وإحساس بالقيمة الذاتية اللي فلسفيا بيعتبر بداية العصيان. أما بالنسبة للوسوسة، فإبليس هو أول من استخدمها بعد عصيان، لما وسوس لسيدنا آدم إنه ياكل من الشجرة. وده فيما معناه ان الوسوسة بدأت من ابليس كاسلوب للاغواء، مش اختراع من الانا او الوعي الذاتي. خلي بالك، كلمة انا هي بداية كل ذنب، لان كلمة انا لما بتتضخم وتكبر هتدخلك في العصيان والابتعاد عن طاعة ربنا. فابليس ما كانش محتاج شيطان يوسوس له، لانه هو الشيطان الاول. فالوسوسة الاولى في التاريخ ما كانتش صوت ولا تأثير خارجي، لا، دي كانت قرار كبر من نفس ابليس من جواه، وبعدين اتحولت معاه لاسلوب يستخدمه ضد البشر عشان يجيبهم في سكته. وبكده نقدر نقول ان ابليس هو اصل الوسوسه، وهو برضه اول من سقط بسبب نفسه الداخليه قبل ما يسقط غيره، لانه كان شايف انه هيقدر يسقط قدر سيدنا ادم قدام ربنا والملائكه. وفي النهايه احذر من نفسك قبل ما تحذر من الشيطان، لان الشيطان ما بيدخلش الا من باب مفتوح. وبس كده، سلام.